للمرة الثامنة كريم سامي مغاوري يدخل مستشفى بحالة حرجة بسبب الأمطار. حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس بجميع المحافظات. فضلا وليس أمرا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ولايك على الفيديو لو عجبكم ووصلكم قبل أي حد تاني، وما تنسوش تشيروا الفيديو لأصحابكم كلهم عشان يستفيدوا منه. مين يتخيل ان واحد من اهم نجوم الفن في مصر بيواجه اسابيع صعبة جدا في المستشفى للمرة الثامنة؟ انا بتكلم عن الفنان كريم سامي مغاوري، اللي خبر دخوله المستشفى قلق الملايين من معجبيه. كريم سامي مغاوري دخل مستشفى للمرة الثامنة خلال الفترة الأخيرة بسبب مضاعفات صحية حادة عقب سلسلة عمليات جراحية معقدة في المعدة. المشاكل الصحية دي كانت نتيجة لعدم الالتزام التام بتعليمات الأطباء بعد 4 عمليات جراحية بما فيهم فتق الحجاب الحاجز وتحويل المسار وقص المعدة. الفنان نشر صورة ليه من داخل المستشفى طلب من جمهور الدعاء ليه في رمضان، وكتب في المستشفى للمرة الثامنة: اللهم أنت الشافي صابر وراضي. جمهوره تفاعل بقوة مع المنشور داعين له بالشفاء ولعودة صحته ونشاطه الفني قريبا. بالنسبة لمصادر الخبر ده موقع مصراوي دوت كوم وموقع العربية. وبسرعة ندخل على تفاصيل الخبر التاني النهاردة. حالة من القلق سيطرت على الأهالي. إشاعات بتقول إن الدراسة اتلغت في كل مدارس مصر بسبب الأمطار، بس الحقيقة اللي هتسمعها دلوقتي مختلفة تماما. الإشاعة المنتشرة على السوشيال ميديا بتقول إن الدراسة اتلغت في كل المحافظات بسبب سوء الأحوال الجوية، لكن وزارة التربية والتعليم الفني أكدت رسميا إن مفيش قرار بتعطيل الدراسة في كل المدارس. الدراسة منتظمة في كل المدارس حسب الجداول المعتمدة، وقرار تعطيل الدراسة لو حصل في مكان معين بيبقى من اختصاص كل محافظة على حدة بعد تنسيق رسمي. الوزارة كمان نادت الجمهور بمتابعة البيانات الرسمية وعدم الالتفات للإشاعات المنتشرة على مواقع التواصل. الخبر ده وصلنا من موقع المصري اليوم. دلوقتي بعد ما عرفنا الحقيقة الرسمية قولولنا في الكومنتات، كنتوا سمعتوا الإشاعة دي قبل كده ولا لأ؟ شايفين لازم المعلومات الرسمية تنتشر أسرع؟ لو عجبكم الفيديو دوسوا لايك وشاركوا مع حد محتاج يعرف الحقيقة، وما تنسوش الاشتراك عشان يوصلكم كل ما هو جديد.